المقابله يبدو انها متحركه في الدقائق الاولى، تنذر على ان هنالك امكانيه الوصول داخل المرمى. كره ممتازه داخل منطقه الجزاء، فرصه تمريره، هدف. وقبل ذلك الحكم يبدو انه يقول هنالك مخالفه. هنا عمليه انزال، هنا عمليه المرور، هذا عمليه الدفع على مستوى السلطه التقديريه للحكم. لاحظوا الحكم يعني اللي كان يتابع الكره الماضيه واللقطه الماضيه. فنشوفوا هنا عمليه كرة تنفذ زاوية داخل منطقة الجزاء، البحث عن راسية، خروج الحارس، تصويبة ولكن مباشرة إلى كرة في الزاوية، رفع الكرة داخل منطقة الجزاء، تدخل الحارس، كان هنالك اصطدام عفوي، وهنا التصويب من جانب بدوي داخل منطقة الجزاء، يختار تمريرة ممتازة بالخط الأمامي، التصويبة يحضر لا تمريرة داخل منطقة الجزاء في اتجاه الساتي، تصويبة، جول الأصفر يسجل في اللقن في صلة وصل من الجهة اليسرى نحو الجهة اليمنى. الأطراف الشغالات، لاحظوا هنا عملية رفع الكرة داخل منطقة الجزاء والتصويبة في شباك الحارس بدر الدين بن عاشور، وشيل الطريقة عن الحلول في الخط الأمامي الجهة اليسرى طنجاوية، يمكن رفع هذه الكرة داخل منطقة الجزاء، بإمكانها أن تقدم الإضافة، كرة جيدة، فرصة طنجاوية، ولكن هنالك طنجة لن يستسلم، وذا كما يحضر الآن عملية هجومية، كرة أمامية بخارج قدم، فرصة تمريرة كتنزل مرة أخرى، تصويبة، فرصة، ولكن طنجة في اتجاه أميان ضاعت الكرة أمام السمات الدفاعية وأمام حضور من جاماتشو ماكلين. لاحظوا هنا التدخل، وهذا التدخل كيأكد على انه ما لقاش صفراء ملغيه والبطاقه الحمراء اتيه. وهذا كما نشوف هنا انطلاقه هجوميه، محاوله من جانب فريق اتحاد طنجه، الاختراق والدخول داخل منطقه الجزاء، البحث عن لاعب بامكانه انه يصوب في الخط الامامي، تصويبه، ومن جديد تصويبه، جول انتظروا كثيرا، هذه الجماهير انتظرت كثيرا لتشاهد الهدف الذي ياتي بهذه الطريقه وبهذا الاسلوب، الهديه التي لا ترد ولا ترفض، والهدف ياتي من نعمان عرب بعد ان اصطدمت الكره خريف عبد اللطيف خريف هو باليسرى، محاوله امكانيه الان من جانب المغرب الفاسي داخل منطقه الجزاء، فرصه تصويبه، جول شوف الطريقة، كرة من الجهة اليسرى، عملية المرور والاختراق داخل منطقة الجزاء، ثم التمريرة وببطء، هدف يأتي بهدوء ليكون في شباك حارس مرمى اتحاد طنجة، الحارس الذي يمكن أن نقول أنه اليوم وجد صعوبة. انتظارات، كرة أمامية، فرصة راسية، جول مجنونة مباراة اليوم، بإمكانه أن يسجل. لاحظوا الكرة ثابتة تنفذ، خروج خطأ للحارس واستثمار براسية، نعم بالخلف ليضع في المرمى، معلنا عن هدف التعادل، عن هدف الثاني في هذه المواجهة. من سجل، من وضع في الشباك، عبد المطلب فوزي الذي يتمكن، لاعب بمؤهلات جيدة على مستوى الخط الأمامي، تمريرة جيدة في الخط الأمامي من جديد طنجاوية، فرصة للدخول داخل منطقة الجزاء، هل تسجل، هل تضيع، كرة طنجاوية، فرصة، جول اتحاد طنجة اليوم بتضامن كل اللاعبين، كيف أتت، كيف انطلقت، كيف ساهم كل اللاعبين في هذه العملية الهجومية داخل منطقة الجزاء والهدف. القرار ماذا؟ رضوان جيد في منطقة الجزاء، أو التمرير، يشاهدون رفع الكرة داخل منطقة الجزاء، بحث عن راسية ممتازة، هذه محاولة من جديد التصويب، كرة للمغرب الفاسي، والحكم يقول احتجاج على الحكم. نشوف هنا إعادة الكرة، نشوف هنا التصويبة، لمس
الكرة باليد من الحارس، والحكم يتابع اللقطة الماضية ويقر لجماهير المغرب الفاسي الفقيه يستعد الانطلاق والتسجيل. جول للمغرب الفاسي، يسجلون ثالث الأهداف. تتابع فريقها وهو يسجل 3 أهداف خارج قواعده هنا بالملعب الكبير لمدينة طنجة. مباراة كما قلت سابقا مجنونة بتفاصيلها، مجنونة بأحداثها، بهذه